بمشاعر البهجة والترحيب تجمع المواطنون أمام النافورة الراقصة في حديقة السندباد بمدينة العمارة، والتي أنجز العمل فيها خلال أسبوعين. والنافورة ذات الحركات الموسيقية والتي قدرت كلفتها ب150 ألف دولار واحدة من نافورات أخرى إحداها عملاقة سيتم افتتاحها قريبا. تقرير إيمان علاء. ربما يتبادر لذهن من يشاهد هذه اللقطات أنها صور لإحدى النافورات الراقصة في إحدى مدن العالم، ولكن لا تستعجل التخمين، فنحن الآن في مدينة العمارة بمحافظة ميسان، حيث حديقة السندباد التي أنشئت فيها هذه النافورة الراقصة ذات الحركات الموسيقية التسع، وخلال أسبوعين فقط وسط ترحيب كبير من قبل الأهالي. العمارة يعني تصير هالمستوى هذا، يعني هسه حتى باقي المحافظات قاعد نروح لها قاعد نشوفها، ما يعني ماكو مثل العمارة، حتى من ناحية الكهرباء الحمد لله والشكر زينة. العمارة هسه حاليا يعني أحسن من قبل بهواي، يعني قبل ماكو كانت هاي الشغلات ولاكو خدمات لاكو تبييض. مواطنون آخرون راحوا يتغزلون بمحافظتهم وسط إحساس بالترف، وهم يقفون أمام هذه النافورة، ما جعلهم يتمنون أن تسارع المحافظات المتبقية بإنشاء مثيلاتها، فالحركات المتنوعة والممزوجة بالأضواء الحالمة جعلتهم ينسون مشاكل الحياة اليومية ويقفون أمامها لساعات طويلة. هذا المشروع الأول من نوعه بالعراق، يعتبر المتنفس الوحيد للعائلة العراقية وخاصة الميسانية بصورة خاصة. طبعا فشي كلش حلو وبادرة كلش حلوة، وإن شاء الله بادرة خير تعتبر على الميسانيين إن شاء الله. إن شاء الله يتأمل خير، إن شاء الله يتأمل خير على كل العراق إن شاء الله، وإن شاء الله تكون خطوة مماثلة بباقي المحافظات. الحديث على هاي النافورة الراقصة، وبالعكس فشي جميل جدا، فشي إنه واحد من يباع به وينبهر ويتمنى أن يكون البلد بهذا التطور، لكن ما يتمنى أن يكون محافظة عن محافظة تختلف. كلفة هذه النافورة 150 ألف دولار بمساحة 1800 متر مربع، وتقع وسط المحافظة، وهي ليست الوحيدة، فهناك نافورة حطين والتي كلفت 250 مليون دينار، والسلام والتي تم افتتاحها في الأول من أيار لهذا العام، إضافة إلى نافورة عملاقة بكلفة 900 مليون دينار سيتم افتتاحها قريبا. عدد النافورات التي افتتحت 3: نافورة السندباد ونافورة حطين ونافورة السلام. كلفت هذه النافورة بحدود 150 ألف دولار. النافورة تبلغ مساحتها 1800 متر مربع. ويؤكد المسؤولون في المحافظة أن اكتمال البنى التحتية سهل عليهم عملية إنشاء المرافق الترويحية لأهالي العمارة. إيمان علاء، الحرة. الله يحلي أيام العراقيين بحلاوة هاي النافورة إن شاء الله. أبرز العناوين مشاهدينا قبل نهاية النشرة.